مواقف كتير بنشوفها في حياتنا كل يوم، منها اللي بيعدي ومنها زي اللي هتشوفوه. الحكاية دايما ليها وشين. يا مستر عبد الرحمن من فضلك اسمعني. خلاص انا سمعت كل حاجه من زميلك وخصمت لك يومين وما عنديش وقت اضيعه في المشكله دي. اتفضل على مكتبك. تفتكروا لو كان مستر عبد الرحمن سمعه ان القرار هيفضل زي ما هو ولا الحكاية كانت اختلفت؟ بس انا ما كانش قصدي اللي مامتك فهمته ده. انت المفروض تسمعني انا كمان وتديني فرصه اوضحها. من غير ما اسمعك، انا عارف امك كويس، مش هتقول عليك كده من فراغ، اكيد ضايقتها بتصرفاتك. كام مرة اتحكم عليك من غير ما تاخد فرصة انك تتكلم؟ يا سلمى اسمعيني بس، والله العظيم كل اللي اتقال لك ده كذب. افهمي اللي حصل. خلاص يا شيرين مش عايزه اسمعك، كفايه قوي اللي عرفته. اختلفت قبل كده انت وصاحبك بسبب انك ما اديتلوش فرصة انه يتكلم ويوضح موقفه؟ تعالى هنا يا محمود. نعم. بتوقع اخوك ليه؟ والله ماما ما كان قاعد. طب انا مش هسمع كلام تاني وروح اعتذر له بسرعه. مواقف كتير وقرارات أكتر في حياتنا بتكون مبنية على رأي سمعناه من طرف واحد وأشخاص كتير بنظلمها. عشان كده قبل ما تتسرع في الحكم على شخص اتأكد إنك سمعت كل أطراف الحكاية. الحكاية ليها وشين، اسمع من الطرفين. للمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على فيسبوك الحكاية ليها وشين.